تعالى بقى نشوف اول مثال. اكيد كلنا سمعنا عن ان انجولار بقى زونلس، يعني بقى ما يعتمدش على مكتبه زون جي اس المسؤوله عن التشينج ديتكشن او كشف المتغيرات. وانجولار بقى زونلس بدايه من انجولار 20، بس كان في انجولار 20 كان اختياري، لكن حاليا في انجولار 21 بقى هو الديفولت او الافتراضي. فهفترض جدلا انك انت معاك مشروع انجولار مش زونلس، يعني معتمد على زون جي اس وانت عايز تخليه زونلس، او العكس انت معاك مشروع هو زونلس وانت عايز ترجع زون جي اس. فطبيعي انت عايز تسال انا هخلي المشروع زونلس ازاي، او هرجع زون جي اس ازاي. هنعمل ايه بقى؟ تعال نكتب ايه البرومبت اللي هنحطه قدامك دلوقتي ونشوف كودكس هيعمل ايه. عندك هنا البرومبت ده بيقول search the official Angular documentation for how zoneless change detection works، يعني ابحث في الدوكيومنتيشن الرسميه بتاعت انجولار وقول لي ازاي الزونلس تشينج ديتكشن بتشتغل، يعني ازاي الانجولار بيعمل كشف متغيرات من غير مكتبه زون جي اس، وازاي ممكن اعمل انيبل او ديسيبل لزون جي اس. وهنا بنقول احنا عايزين نسال عن ازاي زونلس بيشتغل في الانجولار 21 باي ديفولت. وبقول له دي اهم نقطه، ان بقول له رجع لي الاتي، رجع لي the exact recommended API the exact recommended API config، يعني قول لي الاي بي ايز الخاصه بالزونلس او الزون جي اس عامه بالظبط في الدوكيومنتيشن هي ايه. بقول له رجع لي minimal code snippets for app config، وبقول له رجع لي any warning or migration notes. يعني هنا بقول له هات لي اقل كود انا محتاجه عشان اعمل كونفيجريشن للابلكيشن بتاعي، وعايز اي تحذيرات او ملاحظات عن المايجريشن الانجولار بيحذرني منها وبيقول لي خد بالك منها وانت بتعمل كذا مثلا. وتعال نجرب نشوف هيعمل ايه. لاحظ هنا انا قلت كلمه ذا اوفيشال انجولار دوكيومنتيشن عشان اقول له انه لازم يستخدم السيرش دوكيومنتيشن تول اللي في الانجولار ام سي بي سيرفر، وعشان اتاكد ان هو فعلا بيستخدمها لازم اخد بالي من اللي هو بيكتبه. هنا كاتب انجولار سي ال اي ام سي بي سيرش دوكيومنتيشن تول، يبقى انا كده اتاكدت ان هو بدا يفتح السيرش دوكيومنتيشن تول اللي في الانجولار ام سي بي سيرفر. ممكن البرومبت ده ما يشتغلش بالطريقه دي في بعض الاي اي ايجنت، يعني ممكن لو جربته انت مع كودر بتلاقيه ما شغالش الانجولار ام سي بي سيرفر خالص زي كده، ممكن تلاقيه بدا يعمل سيرش على النت، فهتبقى محتاج تزود له جمله يوزنج انجولار ام سي بي سيرفر. زي ما انت شايف هو كده خلص. تلاحظ هو هنا جايب لك ايه، جايب لك ان بدأ من اول انجولار 21 الانجولار بقى زونلس باي ديفولت، مش محتاج تعمل اي سيت اب زياده. بيقول لك الدوكيومنتيشن بتقول صراحه انك انت لازم تتاكد ان البروفايد زون تشينج ديكشن مش موجوده في اي حته في الابلكيشن، يعني عشان تبقى انت عندك زونلس محتاج انك انت ما يبقاش عندك كلمه بروفايد زون تشينج ديتكشن. اوكي، بيوريك ريكومندد اي بي اي زي ما احنا قلنا له. احنا قلنا له ثلاث حاجات، بكتب لك هنا ريكومندد اي بي اي، جايب لك الزون تشينج ديتكشن، تمام، جايب لك هنا الزونلس، بيقول لك ازاي انت محتاج تعمل ايه مثلا عشان تشيل الزون جي اس، محتاج انك انت تمسح الزون جي اس من انجولار جوسون، تمام، وتمسح اي امبورت لزون جي اس في الابلكيشن كلها، وتعمل انستول للزون جي اس. جايب لك المينيمال كود للكونفجريشن